عشان الاربع ساعات دول هم اللي هيحددوا ايه مستقبلك. تعال بقى ما اقول لك انا المفروض هقدم لك ايه. انت كده عرفت يعني ايه معادله، وان المعادله من مسابقه، وعرفت كل حاجه تخص المعادله. تعال بقى ما اقول لك انا هقدم لحضرتك ايه. اول حاجه احنا اكاديميه موجوده في طنطا، تمام. بنقدم لك والله احنا عندنا دكاتره متخصصين في الاربع مواد، عندهم خبره اكتر من 8 سنوات في مجال معادله كليه التجاره في الاربع مواد. عامل لحضرتك والله 4 ايام في الاسبوع، لان انا عارف ان طالب الدبلوم مع احترامي الكبير ليه بيسمع كده المحاضره او بيروح يحضر كده في السنتر او في الدرس وبيروح وينام. لكن انا عامل لك 4 ايام في الاسبوع ليه؟ عشان كل ماده الدكتور هيعمل ايه؟ الدكتور هيشرح لك وبعد كده تاخد بريك. كمان بعد البريك هيبدا ان هو يراجع لك وكمان يديك بريك تاني. تالت حاجه وده الاهم، هيعمل لك اختبار. يعني دلوقتي بمعنى صح انا شرحت لك وفهمتك وخليتك كمان تحل، يعني ذاكرت لك وانت قاعد قدامي، هتروح من قدامي هتروح تنام. ده اللي انا عايزه منك، تمام. تيجي بقى في الماده اللي بعد كده هكذا في الاربع مواد. يعني دلوقتي انا عندي 4 مواد، كل ماده لها يوم. اليوم بيكون عباره عن ايه؟ شرح، مراجعه، حل، ده يوميا، تمام. بيكون عندنا والله مواعيد تناسبك حسب وقتك، موجود قاعات مكيفه وبتاخد عدد بسيط من الطلاب. يعني مش هتلاقيني فجاه كده ايه مزنق لك كده الدنيا ويلا كله يحضر، لا، ده انا هكون عامل في كل قاعه فقط 50 طالب. القاعات اصلا عندنا بتشيل 100 طالب، القاعه مكيفه وكبيره تشيل 100 طالب، لكن انا هخلي في القاعه فقط 50 طالب بحيث حضرتك تكون قاعد ومركز جدا مع الدكتور اللي بيشرح. كده كده انت هتكون مركز غصب عنك، لان الدكتور زي ما قلت لك هيكون قاعد قدامك اول حاجه بيشرح لك وبيراجع لك وبيحل لك. فانت يا ويلك بقى ايه لو انت ما كنتش مركز معاه. فانت طبيعي جدا هتكون مركز معاه. موجود كمان مذكرات بسلمك بعد كل محاضره، مذكرات الشرح وكمان مذكره المراجعه، وكمان بسلمك جميع الاسئله على الفصل اللي اتشرح لك، تمام. ده بالنسبه للي انا بقدمه لك. المفاجاه بقى اللي مش هتلاقيها عند اي حد هي ايه؟ عندي في المنصه عندنا المنصه كل الامتيازات بتاعه المنصه حضرتك هنديها لك بسعر رمزي جدا. ده غير المنصه، يعني دي هتكون خدمه اضافيه مننا ليك عشان خاطر نحلل شخصيتك ونحلل انت مستواك عامل ازاي. فطبيعي عشان نقدر نحلل مستواك ونقدر نقيمك صح لازم ندخلك على المنصه. فبما انك انت ابننا وطالب عندنا فاحنا هندخلك على المنصه تاخد الامتيازات اللي موجوده في المنصه بس. وانت لو عايز تعرف الامتيازات بتاعه المنصه روح اتفرج على الفيديو اللي انا شارح فيه كل الامتيازات بتاع المنصه وانا هقدم ايه لطلاب الاونلاين، تمام. الاهم من ده كله بقى، الاهم من ده كله بقى ان انا عايز اقول لك ان انا عامل لك فتره تاسيس مجانيه هتبدا من يوم 21 يونيو الجاي. ليه عامل لك فتره تاسيس مجانيه؟ لان باختصار منهج المعادله كبير والفتره بتاعه المعادله قصيره، هي 2.5 شهر بس. فانت لو مركزتش فيهم وما تعبتش فيهم انت الدنيا تبقى صعبه معاك. حد بيسالني يقول لي يا مستر هي المعادله صعبه ولا سهله؟ لا، المعادله سهله بس في حاله واحده، في حاله لو انت اتاسست صح. يا مستر المعادله صعبه، فعلا المعادله صعبه، ده لو انت ما اتاسستش وبدات لي في المعادله متاخر هتلاقي نفسك عمال بتاخد على ايه؟ بتاخد على دماغك جامد ومش ملاحق ومش فاهم ايه اللي بيحصل حواليك، وفجاه كده هتلاقي الامتحان الصبح تخش تسقط تمشي مع احترامي ليك. فانت لازم تكون بادئ من اول يوم. كمان مهم جدا لازم تعرف ان دي اخر فرصه ليك، يعني حضرتك مالكش فرصه السنه الجايه، بمعنى ان المجلس الاعلى للجامعات نزل وقال ان اللي هيعملوا معادله 2025 خريج 2024 وخريج 2025، وده هتكون الفرصه الاخيره ليهم. لكن خريج لكن بداية من السنة الجديدة اللي هي سنة 2026 اللي هيعمل معادلة خريج السنة فقط، تمام. عايز اقول لك ان التنسيق بيجي عالي جدا. طلاب كتير جدا كانوا جايبين السنه اللي فاتت سنه 2024 كانوا جايبين 97% و96%. الناس دي قالت خلاص احنا داخلين الكليه وش، وده حقيقي ما كانش حد متوقع ان التنسيق هيعديهم. فتخيلوا كده التنسيق خد من كام السنه اللي فاتت؟ خد من 97.5%. يعني اللي كان جايب 97 وكسر للاسف دخل معهد فن تجاري، بس ربنا كرمه ان هو ليه فرصه السنه دي في معادله كليه التجاره هيلحق نفسه. لكن انت مالكش فرصه
فرصه السنه الجايه، فانت لازم تبدا من النهارده. فهمت ليه احنا بادئين من بدري؟ كمان اصلا فتره التاسيس فتره مجانيه، فانت مش خسران حاجه. تعال احضر وشوف المميزات اللي انا قلتها لحضرتك دلوقتي موجوده عندي كلها ولا لا. لو لقيتها موجوده عندي واستريحت في المكان والله كمل معانا. لقيت نفسك ما استريحتش في المكان وان انا ضحكت عليك في اي حاجه او وعدتك بحاجه وانت ما لقيتهاش، والله تقدر تروح تجرب في مكان تاني. وشكرا.